هتولدي قريب وخايفة من إبرة البنج النصفي. تعالي اوريكي تتاخد ازاي. اول حاجة خالص انت بتدخلي اوضة العمليات وبتقعدي بالطريقة دي والوضع ده، وتبدأ الدكتورة تعقم ظهرك بحركة دائرية بمطهر زي البتادين. شوية بتاخدي الوضع انك بتنزلي كتافك لتحت وراسك لتحت، والوضع ده مهم جدا. نفس الحركة اللي عملتها دي مهم جدا ان انتي تاخدي الوضع ده عشان خاطر ما تحسيش بإبرة البنج النصفي، وتبقى سهلة على الدكتور وما تأثرش على اي حاجة. طول ما انت محافظة على الوضع ده انا بوعدك ان الإبرة البنج النصفي هتبقى اسهل من اي حاجة خدتها في حياتك. بعد كده الدكتور بيدي بنج موضعي مكان دخول الإبرة، بيحدد المكان اللي هيخش فيه. اللي بعديها بعد كده بيدخل السن بتاع البنج النصفي وبيدي البنج النصفي بالطريقة اللي قدامك دي، وهو ده البنج النصفي. هي صاحية دلوقتي، في ناس معينة بتحب تكون نايمة في الموضع ده، فبديها حاجة تنيمها زي الميدياسيتك أو حاجة تدروخها شوية تقلل الخوف اللي عندها، بحيث انها كمان ما تحسش بكل الكلام ده.